السلام عليكم. وحشتوني. اتمنى يا جماعه ان انا بقول كلمه حد يستفيد منها. اقسم بالله لا اقصد من كلامي غير وجه الله الكريم، ربنا يعلم. الحلقه النهارده يا جماعه عن الحموات الفاتنات. انا جايب اهو هوت صوت شطه. بالله عليكم يا امهات، انتوا اقرب بيت وسيدنا النبي قال امك ثم امك ثم امك، والام تحت قدامها الامهات. لكن ابنك يا حاجه لما يتجوز ويجيب بنت، دي بنت ناس برضو كانت متعززه ببيتها، كان عندها ابوها وامها بيرضوها بيدلعوها بيعملوا لها كل حاجه. يا حاجه ابنك مش متجوز خدامه، والله ما متجوز خدامه، وربنا يا حاج ابنك ما متجوز خدامه ولا متجوز شغاله. هو يا ابني يا حبيبي ما تتجوز، عايزين يا ابني بدل ما تجيب واحده شغاله خدامه لاهلك يا حبيبي روح، ولا عشان هي من غير فلوس يعني بتشتغل طول العمر من غير لا يا عم هتبقوا شغاله، ده من باب اولى يا حاجه. لا، والغريب فيكم يا امهاتنا يا حبايبنا ان انتوا لو عندكم بنت، يعني لو ليكي بنت عايزه لها كل حاجه حلوه، ولو جوزها تكلمها ازاي. طب ليه ما انا بتكلم في القلائل، يعني في الحموات الفاتنات القلائل اللي هم بيعملوا ميس اندرستاندينج. ايه يا حاجه، ما هي اعتبريها بنتك، عامليها بما يرضي الله، طبطبي عليها، احتويها، خديها في حضنك، هتعمل لك كل حاجه حبا. لكن ما ينفعش واحده يا اخويا تيجي تقول دي حماتي خدت التلفزيون قبل ما اخش، اصل انا جايبه تلفزيون. انت مالك بتلفزيونها يا حاجه؟ الست حرام، ما ينفعش ما ينفعش، الله يرضى عليكي. ما ينفعش تسألها، ما ينفعش تقومي ابنك عليها، ما ينفعش تضريها، ما ينفعش تكذبي، ما ينفعش ترضي كده على بنتك تقول لك لا مرضاش. طب ترضي على بنات الناس ليه؟ والله يا حاجه دي كانت بنت ناس واهلها مكرمينها، لكن هي حضرتك مش جايه عندك بقى تمسح وتغسل وتوضب وتخش تعمل لكم الاكل وتخش كده. ده في ستات عندها بنات، يعني امهات عندها بنات بالبنت وبالاثنين وما جوزها، ومن البيت الجديده تيجي مرتبناها تبص الثلاث قرشانات بيضايقوها. ليه كده؟ ما انت يا بنتي هتطلعي تتجوزي بره، يا بنتي اللي بتضايق مرات اخوكي وبتكذبي وبتحاولي تضايقيها وبتحاولي ارحميها. ما انت ربنا هيخلي لك يوم زي ده. واوعوا تفتكروا زي ما انا قلت يا جماعه، ربنا حاطط على البني ادم ملكين لا يعصون الله ما امرهم، بيكتبوا كل حاجه. وزي ما انت يا بنتي بتضايقي مرات اخوكي هيجي لك حد يضايقك. اتقوا الله يا جماعه، ما هي بني ادمه. وبعد كده تقولي طلق، وتلاقي بقى حموات ايه عايزين ابنهم يطلق، ده اللي هو يعني ايه في السريع. ليه كده يا حاج؟ ليه يطلق؟ ولا تاخروا سنه سنتين تقول له يا ابني ما تتجوز واحده تجيب لك عيل. يا حاجه والله انا شفت حالات زي كده كتير. يا حاجه اسمعي الكلام ده من اخوك الصغير او ابنك او والدك، انا مش عارف. يا ست الحاجه، الخلفه بتاعت ربنا، لان الستات امهات الرجال اللي بتتجوز كتير قوي بيبوظوا الجوازات بسبب الخلفه. ربنا قال ايه؟ يهب لمن يشاء، يعني الخلفه هبه، الخلفه هبه. يهب لمن يشاء الاناث ويهب من يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمه. يا حاجه احنا ما ممكن يكونوا كويسين وما عندهمش حاجه، بس لسه الهبه ما جاتش، لسه ربنا ما اذنش. المفروض كل واحده تهتم بمرات ابنها. حرام حرام يا جماعه اللي بتعملوه في الست، وبيحصل طلاقات. ومن ضمن الحاجات لو دخلت المركز القومي والاحصاء ولو مثلا بيذكروا اسباب هتلاقي طلاقات كتير بسبب الامهات. يا ابن الناس، انا عارف ان امك عزيزه ومكرمه عندك، بس اعدل يا حبيبي، اعدل. امك اعمل لها كل الحلو يا سيدي من غير ما تقول لمراتك عشان مراتك ما تغيرش. وافهم عقليه والدتك، وافهم عقليه زوجتك عشان تعرف تتعامل معاهم. انا من الناس اللي بيقولوا انا بتاع ماما. انا كانت امي ديت بعد اذنكم نشيل، امي دي كانت احسن حاجه في الدنيا. انا اتجوزت جواز صالونات، بس ربنا وفقني والامور مشيت الحمد لله. هي ما كانتش بتقدر غير الخير، بس انا كمان كنت بحاول ان انا ما اجيش على مراتي عشان امي. يعني ماما انا كنت اتصل بيها مكالمه خاصه بيها، انا كنت مسافر مثلا وزوجتي قاعده معاها، هي ماما ايه الاخبار، واقعد اتكلم واضحك معاها. ماما تفتكرني بحبها اكتر من مراتي.
ومراتي اكلمها مكالمه لوحديها من غير ما امي تعرف برضو. مراتي تفتكر ان انا بحبها اكتر من امي. لما ماما تيجي في مشكله احاول اوازن الامور، عينيا يا ماما، لا دي غلطانه بس قدام ماما. قدام مراتي ما ينفعش اقول كده، لان ماما ممكن تكون جايه شويه على مراتي. قدام مراتي اقول لها معلش استحمليها، دي امي برضو ما اقدرش ازعلها، انا مفيش انت الخير اللي بالنسبه لي، انت زوجتي، وهي ستي مثلا كبرت في السن ما ينفعش نزعلها. اراضي مراتي بكلمتين واراضي امي بكلمتين، لكن مش امي تقول وانفذ. الراجل يبقى عنده عقل يا جدعان ويوازن الامور، لان يا ابني انت خدت بنت ناس معززه مكرمه في بيت ابوها، انت ما جبتش واحده من الشارع، ما جبتش واحده من مكتب الخدامين. ومن ايه اخليكم معايا دي عشان اخر حاجه اقولها بقى، عشان كلمه خادم القوم سيدهم يا جماعه. عموما يعني مع السلامه.